السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج واحد زملكاوي. حلقة بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي، المباراة اللي قدر فيها فريق نادي الزمالك إن يفوز بيها 3-1، وقدر الحمد لله يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري العام، ويكون كمان أكثر الفرق إحرازا للأهداف وأقل الفرق استقبال للأهداف. في حلقة النهاردة عايزين نتكلم على 3 نقط كده مهمين كنا لازم نطلع نتكلم فيهم. النقطة الأولى هي شخصية يوسف أسامة نبيه. النقطة الثانية رد إمام عاشور على كل الناس اللي كانت بتتكلم عنه. والنقطة الثالثة والنقطة الأهم واللي أنا عامل علشانها الحلقة ديت مخصوص، والنقطة اللي أتمنى إن الكل يسمع فيها وجهة نظري، هي نقطة فيريرا والانتقاد اللي توجه لفيريرا بعد الماتش اللي فات، وإيه سر ظهور فريق نادي الزمالك بالشكل الممتاز النهاردة، وليه ما لعبش عمر جابر ولا دونجا وكل الكلام ده. نقطة ثالثة مهمة أتمنى الكل يسمع وجهة نظري فيها. لو هنتكلم على النقطة الأولى فهنتكلم عن الهدفين الأول والثاني اللي أحرزهم فريق نادي الزمالك النهاردة. الهدف الأول أحرزه يوسف أسامة نبيه، طبعا بغض النظر عن جمال الهدف وأهمية توقيت الهدف، بس كنت عايز أتكلم على عدم احتفال يوسف أسامة نبيه بعد الهدف. يوسف أسامة نبيه ناشئ، كان ممكن بعد إحراز هدف مهم في مباراة مهمة زي دي كان يحتفل، بس هو رفض الاحتفال. عدم احتفال يوسف أسامة ده بتبين قد إيه إن اللاعب ده شخصية، إن اللاعب ده عارف قيمة التيشيرت اللي هو لابسه، عارف إن الزمالك يعني فوز، يعني التعادل ما يفرحناش، فكان مهم قوي ان هو ما يحتفلش وان هو ياخد الكرة علشان نحرز الهدف الثاني. في نفس النقطة الأولى الهدف الثاني أحرزه أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء. الحاجة بقى اللي كنت عايز أتكلم في الهدف الثاني ده هو اللي عمله إمام عاشور. إمام عاشور هو المتسبب في ركلة الجزاء. بمجرد ما الحكم محمود البنا حسب ضربة الجزاء، هو راح على الكرة وخدها واداها لأحمد سيد زيزو علشان يشوط ضربة الجزاء. وبعد ما جت ضربة الجزاء هو أول واحد جري على أحمد سيد زيزو علشان يحتفل بيه. ومن هنا نتنقل على النقطة الثانية. إمام عاشور، أو خلينا نقول إن أسوأ حاجة ممكن تقابل اللاعب هي الموجة اللي تكون ضده بمجرد او عقب اي حركة ممكن يعملها. بمعنى ايه؟ شفنا بعد ماتش الزمالك والاهلي في السوبر وخسارة فريق نادي الزمالك بطولة السوبر المصري امام الاهلي، تاني يوم امام عاشور صبغ شعره. طبعا صبغة الشعر ده نالت انتقاد وهجوم من الجمهور. كان ايه رد فعل امام عاشور على انتقاد وهجوم الجمهور على صبغة شعره ده؟ تاني يوم او في نفس اليوم غير صبغة الشعر ورجعها ورجع شعره للونه القديم، وساند الفريق في تاني ماتش، اعتقد كان ماتش انبي. ده الموضوع الاول في الموسم السنه دي. الموضوع الثاني شفنا انفعال امام عاشور بعد مباراه الحرس اللي الزمالك فيها باربع اهداف، وان هو كان عايز يشوط ضربه الجزاء الاخيره، وان هو عدم احتفال امام عاشور مع اللعيبه وان هم يروحوا للجمهور بعد المباراه. بغض النظر عن الاحداث او ايه اللي حصل او الحقيقه او ايه سبب غضبه او ليه ما احتفلش او كل الحاجات ديت، بس خلينا نقول ان الموضوع ده برضه نال انتقاد وهجوم من الجمهور. ايه اللي عمله امام عاشور في اقرب مباراة الزمالك حصل على ضربة جزاء اللي هي كانت مباراة النهاردة، هو بنفسه اللي راح وخد الكرة واداها لأحمد سيد زيزو برضه علشان يقفل الباب ده. النقطة الثالثة بقى والنقطة الأهم، هو ليه الزمالك ظهر بشكل كويس أمام الإسماعيلي؟ ناس كتير كتبت ان الزمالك ظهر بشكل كويس قدام الاسماعيلي عشان فيريرا سمع
انتقاد الجمهور وسمع كلام الجمهور وما لعبش اللعيبه اللي كان الجمهور بينتقدها، امثال محمد اشرف روقه وعمر جابر. مبدئيا وجهه نظري ان المدرب اللي مش مقتنع بوجهه نظره ويسمع لكلام الجمهور ده مدرب فاشل. بمعنى كلامي، هل مش من حق الجمهور ان هو ينتقد ويقول وجهة نظره؟ لا، الجمهور من حقه طبعا ان هو ينتقد ويقول وجهة نظره، بس المدرب الكبير لازم يكون مقتنع بوجهة نظره. بمعنى ان الجمهور ممكن النهارده يقول لك لاعب اللاعب ده، والماتش الجاي ما تلعبش اللاعب ده، والماتش اللي بعده لا لاعب اللاعب ده. هل المدرب من المفروض يسمع كلام الجمهور وكل ماتش ينزل بالخطة اللي الجمهور عايزها؟ بالتأكيد والأكيد إن المدرب اللي يعمل ده هو مدرب فاشل، لأن المدرب لازم يكون مقتنع بوجهة نظره. طب هل فيريرا ما لعبش عمر جابر وروقه علشان الجمهور انتقده؟ بالتأكيد لا. طب ليه ما لعبهمش؟ أولا عمر جابر ما لعبوش عشان عمر مصاب. ثانيا ما لعبش محمد أشرف روقه لأن أكيد أنا وأنت وفيريرا لو هنيجي نحط ترتيب الأسماء اللعيبة خط الوسط مش هنحط محمد أشرف روقه في تاني أو تالت أو رابع لاعب في على حسب الترتيب، وهنقول إن دونجا من أهم اللعيبة اللي ممكن تلعب في خط وسط الزمالك. طب ليه فيريرا الماتشات الأخيرة كان بيلعب محمد أشرف روقه وما بيلعبش دونجا؟ بالتأكيد دونجا كان راجع من إصابة وطبعا مش صح ان انت لاعب يرجع من اصابه كان تقريبا 3 اسابيع شهر او كانت اكتر من شهر، مستحيل ياخد اساسي من اول ماتش. فيريرا اللي عمله ان هو كان بيدي لدونجا واحده 10 دقايق، في ربع ساعه، في نص ساعه، لحد ما بدأ النهارده اساسي. الماتشات بقى اللي كان في دونجا او فيريرا بيدي لدونجا اوقات صغيره واوقات وكان بيدي له واحده، الماتشات دي هو اللي بدأ بيها محمد اشرف روقه. بمعنى ان الماتشات دي فيريرا بدأ بمحمد أشرف روقه مش علشان هو أحسن من دونجا، لا، هو علشان كان لازم يدي الدونجا واحدة 10 دقايق، في ربع ساعة، في نص ساعة، بعد كده يبدأ أساسي، علشان ما ينفعش يديله أساسي من أول مباراة بعد الرجوع للإصابة. وأدينا شفنا هو بمجرد ما فيريرا شاف دونجا مؤهل ان هو يبدا اساسي بدأ بيه اساسي، ومحمد اشرف روقه كان بديل ونزل في الشوط الثاني. اللي عايز اكد عليه ان فيريرا ما بدأش بعمر جابر محمد اشرف روقه علشان سمع كلام الجمهور، لا، هو فيريرا مقتنع بوجهة نظره، وشرحت ليه بدأ بدونجا النهارده وما بدأش محمد اشرف روقه. النقطة الثانية، أنا واثق إن فيريرا ممكن مع أقرب ماتش عمر جابر هيبقى يرجع من الإصابة ويكون مؤهل إن هو يلعب أساسي، فيريرا هيلعبه أساسي. طب ساعتها أنا كمحمد أنا عمري ما هنتقد فيريرا، لأن أنا من أول يوم وكل الناس عارفة إن أنا بدي كل الدعم ومساندة لفيريرا. طيب خلينا بقى من النقطة ديت نتنقل لنقطة تانية، وهي النقطة الأهم واللي أتمنى اللي بيشوفني أو بيسمعني يعني يسمع وجهة نظري. بعد ماتش الزمالك والمقاولين اللي كانت نتيجته التعادل وخسرنا فيه نقطتين، طبعا فيريرا نال الكثير من الانتقاد والهجوم من الجمهور، خاصة بعد تعادل الزمالك، بعد تعادل الأهلي وسموحة في نفس اليوم، واللي بالتأكيد لو كان الزمالك فاز على المقاولين كان يديله الصدارة في اليوم ده. ساعتها أنا كتبت وقلت إن ما ينفعش ننتقد فيريرا في الوقت ده. طبعا الكتابات ديت نالت الكثير من الانتقاد ولحد ما الانتقاد الشخصي. طيب تعالى اقول لك وجهة نظري، وما رضيتش اقولها بعد ماتش الزمالك والمقاولين، وقلت اقولها دلوقتي يكون الناس هديت، ويمكن بعد الهدوء ده الناس تتفهم وجهة نظري افضل.
هل في أي منظومة في حد كبير على الانتقاد؟ بالتأكيد لا. طيب لو بنتكلم على منظومة الزمالك، هل مش من حق جمهور الزمالك ان هو ينتقد ويقول وجهة نظره؟ بالتأكيد من حق جمهور الزمالك ان هو ينتقد ويقول وجهة نظره على اي شخص موجود في منظومة الزمالك مهما كان مرتبته، من اول رئيس النادي لحد اصغر عامل. طيب هل فيريرا ما غلطش وما عملش اخطاء يستاهل عليها الانتقاد؟ طبعا فيريرا في الماتشات اللي الزمالك اتخسر فيها النقاط كان من اهم اسباب خسارة الزمالك كان فيريرا، سواء ببدايته للتشكيل او بالتغييرات اللي عملها. طيب هتيجي وتسألني وتقول لي هل بعد الكلام اللي انت بتقوله ده جاي تقول لي ما ننتقدش فيريرا؟ يبقى انت كده متناقض. لا، خليني اكمل لك وجهة نظري كلها. انا ليه مع اني بقول الكلام ان من حق الجمهور ان هو ينتقد، ومش من حق اي حد ان هو يمنع الجمهور من الكلام والانتقاد، وان فيريرا غلط وعمل اخطاء يستاهل عليها الانتقاد، ان في نفس الوقت بقول ان احنا ما ننتقدش فيريرا. ليه؟ خليني اقولها لك واحدة واحدة. هل اللي حصل يستاهل الانتقاد والهجوم؟ بالتأكيد لا. ليه؟ بطولة الدوري العام مش مجرد ماتش او ماتشين او 3 أو 4. بطولة الدوري العام هي 34 ماتش، ومفيش فريق في العالم بياخد بطولة الدوري والمطلوب منه ان هو يفوز 34 ماتش. لا، انت هتفوز وهتخسر وهتتعادل، والمنافس بتاعك هيفوز وهيخسر ويتعادل، يعني مفيش حد بيفوز 34 ماتش. طيب هل بطولة الدوري العام بتتحسم من اول ماتش ولا تاني ماتش ولا تالت ماتش او حتى 10 ماتش؟ لا، بطولة الدوري العام بتتحسم في اخر دقيقة، في اخر مباراة حسابيا او رسميا ممكن تنهي الدوري. مش لازم يكون ال 34، ممكن تكون ال 32 او 33، بس مش بالتأكيد هي المباراة ال10 ولا ال5. طب هل الشخص اللي احنا بنتكلم عنه هو مش اهل ثقة؟ طبعا ده نقطة انت ممكن تجاوب عليها اكتر مني، ان فيريرا هو اهل ثقة، وفيريرا مدرب كبير، مدرب عظيم، ومن اهم وافضل المدربين اللي دخلوا مصر. وكلنا شفنا ايه اللي حصل مع فريق نادي الزمالك الموسم اللي فات. الفريق واللعيبة اللي كنا احنا كجمهور زمالك اقصى امنياتنا ان هو يحصل على ثالث بطولة الدوري او تاني بطولة الدوري عشان نلعب افريقيا، وفي الاخر لقينا نفسنا ان احنا ابطال الدوري وابطال الكاس الحمد لله. بمعنى ان انت شيل فيريرا من فريق الزمالك الموسم اللي فات وشوف مكانتك هتبقى فين. في الاخر هتعرف ان قد ايه ان احنا قدام مدرب كبير ومدرب عظيم. نحط النقطتين جنب بعض، ان احنا اللي حصل، التعادل اللي حصل ما كانش يستاهل الانتقاد والهجوم، زائد ان يعني انت عندك مدرب كبير زي فيريرا. ضيف عليها نقطة ثالثة، هو الانتقاد والهجوم في الوقت الحالي، يعني شوف عيوبه او شوف عواقبه. يعني شوف عواقب الهجوم ده. عواقب الهجوم انت هتخلي المدير الفني بتاعك مستباح قدام الاعلام ان هو ينتقد. وبالمناسبة لو انت انتقدت كجمهور ما تجيش تعيب على الاعلام، لان الانتقاد بدأ من عندك. وعشان كده بقول ان المدير الفني ندعم ونساند. احنا قلنا هتخلي المدير الفني بتاعك مستباح قدام الاعلام. النقطة الثانية والاهم، ان من اهم صفات فيريرا واللي شفناها سواء من موسم 2015 او الموسم اللي فات هو قوة شخصيته قدام الفريق، وان هو حاطط منظومة في الفريق والكل يمشي عليها. اللاعيبة المصرية سواء الزمالك او اي فريق او اي فريق تاني، لما بيلاقي المدير الفني مستباح من الجمهور، هو اللاعب نفسه مش خلينا اقول يعني خلينا نختار الكلمات، ان هو مش صورة المدير الفني ده هتقل في نظره. فعلشان كده انا بقول ندعم
ونساند، ومش وقت الانتقاد، وان الدوري بينتهي في الاخر، وان كل الفرق بتلعب هتخسر وهتفوز وهنتعادل بما فيهم الزمالك او اي منافس للزمالك في بطولة الدوري العام، علشان نحافظ على اهم عنصر في منظومة الفريق اللي انا شايفه ان هو المدير الفني اللي هو فيريرا، اللي هو لازم احنا نحافظ على صورته وندعمه ونسنده. النقطة الأخيرة اللي هتكلم فيها في النقطة ديت إن إحنا جمهور الزمالك مش هنلاقي أنسب من الموسمين اللي فاتوا علشان يأكدوا لنا نقطة مهمة، وهي إن إحنا ما نرميش الفوطة من بدري، وإن إحنا لازم بنتمسك بالأمل بالفوز ببطولة الدوري العام لحد آخر لحظة وآخر نفس في بطولة الدوري العام. وإن إحنا لو خسرنا ماتش أو هنتعادل خلينا واثقين متأكدين إن كل الفرق هتتعادل وهتخسر وهتكسب، مفيش فريق بيكسب على طول، بس الأهم من إن أنت تفوز على طول أو تخسر على طول أو تتعادل، إن أنت إزاي تتعدى الخطوة ديت وتخش على اللي بعدها وتساند في الماتش اللي بعده، وما ترميش الفوطة من بدري وتفضل تساند وتدعم لآخر نفس في بطولة الدوري العام. ودي النقطة اللي أتمنى الجمهور الزمالك كله يخليه واثق منها، واعتقد وزي ما قلت احنا مش هنلاقي افضل او انسب من الموسمين اللي فاتوا علشان ياكدوا لنا نقطة زي دي. لحد هنا الحلقة خلصت، اتمنى يكون الحلقة عجبتكم. السلام عليكم.